السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا دوزتوا هاد الايامات كاملين مزيان، كنتمنوا تكونوا بخير. اسمحوا لي الصوت ديالي مبدل شويه حيت مريض. اليوم جينا باش اننا نجاوبوا على واحد الاسئله اللي كيكونوا بزاف ديال الناس ما تيقدروش يجاوبوا عليهم. نحاولوا ماكسيموم باش انكم نقربوكم من الدارجه المغربيه اللي كيتكلموا بها في الشارع، اللي غتحتاجها باش تهضر، ماشي اللي غتحتاجها باش تقرا. بالنسبه للراجل كاينين جوج ديال الاسماء ديال الكيلوطات اللي تيكون بحال هكا. هذاك تيقولوا ليه بيكيني. هذاك تيقولوا ليه بيكيني ولا الكيلوط، فهمتي؟ هذاك تيكون قليل دابا فين كيتلبس، اللي هو هذا اللي كتشوفوه هنا في التصويره، هذا قليل فين كيتلبس. باش كاين واحد اللي كنلبسو حنا ديجون، وهذا كاين سميتو الكالسو. كاين اللي كيقول ليه الكالسو، وكاين اللي كيجمعوه مع سليب سماطه وكيقول ليه السوفيطما. والله الا عالم حقنا مغاربه عالم. المهم غنقول لكم الاسماء ديالهم كاملين. كاين واحد النوع كيقول الكيلوط، كاين واحد النوع اللي كيقول ليه الكارسون، كاين واحد النوع اللي كيقول ليه الكالسون، وكاين واحد النوع اللي كيقول ليه السوفيطما. هادو 4 ديال الاسماء اللي كيستعملوهم كاملين في المغرب كامل على ما كنظن. اللي الفوق بحال مثلا انا مع في كازا ومع صحابي كنقول ليه ديباردور، مي كاين اللي كيقول ليه سليب سماطي. علاش كيقولوا ليه سليب سماطي؟ حيت فيه جوج سلطات. والله الا بصح وانت ضحكت معاه. طيب كاين اللي كيقول ليه كيف ما قلت لكم السوفيطما ديال المراه. هادو اللي الفوق. المهم انا غير كنشرح سميتهم السوتيامات، وكاين اللي كيقول لهم السوتيانات، فهمتي؟ على حساب الكيلوط ديال المراه كيبقى بحالو بحال الاسماء ديال، غير ما هي ما عندهاش الكالسو، حيت الكالسو هو اللي كيكون فايت قريب للفخذ. او سؤال هذا. بالنسبه للكلمه اللي معروفه وكتستعمل خصوصا في الشارع هي الخرا. مي كاينه واحد السميه اخرى هذه اللي فريمون تتعجبني بزاف. الوالده باش كنبغي نقول ليها بحال مثلا انا غادي نمشي للمرحاض. المهم اسماء ديال المرحاض، كاينه المرحاض، كاينه الطواليت، كاين اللي كيقول لها الكابينه. كابينه عاد صغيره بحال كابينيه، فهمتي؟ جايه من كلمه كابينيه. الوالده ما كتقولش هذيك الكلمه اللي كانت قال في الزنقه اللي قلنا قبيله ديال الخرا، كتقول طيار الماء. طيار الماء علاش؟ انا غنشرح لكم علاش. دابا بحال مثلا الانسان العادي فاش كيدخل، المهم انا كنشرح، فاش كيدخل للطواليت وكيدير الخروج ديالو كيضرب في الماء وكيطير الماء. وهذاك بالضبط داك الفعل هو اللي كتزعم به الوالده طيار الماء. وبالنسبه للدراري الصغار كتقال الكلمه ديال الفرنسيه اللي هي كاكا. بالنسبه للعلاقات في المغرب كاينين 3 ديال الانواع. كاينه الاولى هي اللي كتكون واحد دري كيعرف دريه، ولكن والديهم الاب والام ديالو والاب والام ديالها ما عارفينش باللي مع بعضياتهم. هادو كتسمى مصاحبين. انا صاحبتي بحال هي راه كتستعمل حتى في كلمه الصديق ديالي كنقول ليه صاحبي، والصديقه ديالي كنقولها صاحبتي. مي ملي كندخلوا في واحد العلاقه ديال الحب ولا شي حاجه، المهم بدون معرفه اولياء الامر، بلا ما تعرف العائله ديالي وبلا ما تعرف العائله ديالها، حتى هما كيتسموا مصاحبين واخا هما عندهم علاقه حب. باش كاين واحد العلاقه اخرى اللي ما بين الدري والدريه كتسمى مخطوبين. المصاحبين والديهم ما تيكونوش عارفين، والمخطوبين تيكونوا عارفين والديهم. عاد باش كاين مزوجين، امتى تيتم الزواج؟ فاش كنمشيو عند واحد المكتب اللي سميتو العدول وكيكتب واحد الكاريت ديال الزواج، في هذيك اللقطه بالضبط كنتسماو مزوجين. واحد الحاجه خصك تعرفها مزيان، حنا عندنا ما يمكنش دري يقول لدري اخر انت زوين. الا مشيتي عند صاحبك ولا شي واحد عرفتيه في المغرب وقلتي ليه انت زوين، غيشك فيك. انا كيف شفت هنا في اوروبا باللي عادي الدري كيقول لدري اخر
زوين. حنا شويه في شكل الا دري جا عندي انا وقال لي انت زوين ما غنتقبلهاش. في الشارع المغربي كيفاش المهم انا ما غندخلش في التفاصيل، ما غندخلش في الكلمات الخايبين اللي كيتقالوا في الشارع، مي غنوصف لكم شنو الحاجه اللي كتضر اي مغربي. بالنسبه لي انا مغربي كتضرني هما الحوايج اللي كيكونوا متعلقين بالشرف ديال الراجل، الام ديالو، الاخت ديالو، والمراه ديالو، ولا بنته. هاد الربعه ديال الناس كتكون عندهم نفس القيمه عند الراجل المغربي. اذا فاش كيبغي شي واحد يقدفك ولا يسبك كيسب لك هاد الربعه بالضبط. هذا هو المعيور اللي كيكون في الشارع المغربي، فهمتي؟ في الشارع المغربي اللي كيكون خايب وقاصح وكيقيس، فهمتي؟ اما بالنسبه للحمار وكلب وداكشي قدرت تقول لشي واحد حتى الصباح ما غيدويش معاك. بحال مثلا في المغرب كتستعمل كلمه امك، غنضرب امك، غنضرب امك، راه ما كنعنيش بها انني انا غادي نمشي عند ماماك وغادي نضربها، لا، كنعني اني غنضربك انت ولكن كندير امك في الطريق. علاش كتستعمل كيف قلت لكم قبيله؟ حيت هادو من ضمن الشرف عند الراجل المغربي. ملي كنقول لك انا غنضرب امك يعني انك انت غتكون معصب كثر من انني الا قلت لك انا غنضربك ممكن تقول لي حتى انا غادي نضربك، ولكن الا قلت لك انا غنضرب امك هذه كتكون شويه كتقاصحه بزاف. وحنا حتى كلمات ديال امك بحال مثلا غير تكلم لامك ورك على داك الميم ودار فيها الشده قال لك داك امك كيجيك بحال اللي عايرك، فهمتي؟ واخا هو ما قال لك والو، غير قال لك تكلم لامك ولا بغاتك امك تقدر تضارب معاه. هذا هو المغرب. شكرا لكم بزاف، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي كانوا. نتلاقاو في فيديو جديد.